إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قال أهل التفسير: أي أمانات الناس بردها وحفظها إلى أهلها، وعدم الغش لهم فيها، وحفظ السر لهم منها. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. توعدهم الله عز وجل هذا الصنف من الناس الذين لا يعيشون إلا بالغش، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. توعدهم الله عز وجل بالويل. الغش كبيرة من الكبائر، وهو خلط الرديء بالجيد، وسواء كان في الأقوال أو الأفعال أو المعتقدات أو المعاملات. الغش، يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم. قال بعض المفسرين: أي تطلع على الخيانة، وهي الغش للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يطلع الله عز وجل نبيه على أعمال اليهود والمنافقين، وما تنطوي عليه قلوبهم من الخيانة والغش. ويقول الله عز وجل محذرا من هذه الصفة الذميمة: ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم. قال أهل التفسير: الدخل والدغل هو الغش. ولهذا فإن الله عز وجل نزه أهل الجنة عن هذه الصفة الذميمة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. قال أهل التفسير عند هذه الآية: كالماوردي وغيره، أي نزعنا ما في صدورهم وقلوبهم من الغل والعداوة والغش الذي كان لبعضهم على بعض في الدنيا. ويقول الله عز وجل في كتابه الكريم عن أهل الإيمان: ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقد فسرت هذه الآية بتفسيرين: بالغش والعداوة. لا تجعل في قلوبنا عداوة للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غشا
للذين آمنوا. هذه الكبيرة العظيمة التي حرمها الله عز وجل وحرمها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أنواع عديدة وأقسام كثيرة في كثير من الأبواب، ومن أهمها في باب المعاملات في البيع والشراء، فلا يكاد أحد يسلم من الغش، فكل من يبيع ويبتاع إلا من رحم الله عز وجل إلا ويسعى إلى الغش بقوله أو فعله، ولو كان يبيع أتفه البضاعات وأقلها أسعارا وأردأها منزلة، ترى أنه يغش فيها إلا من رحم الله عز وجل، من أكبر تاجر وأغنى رجل إلى أفقر الناس، إلى الذي يبيع في الشوارع أتفه البضائع، تجد أنه يغش ولا حول ولا قوة إلا بالله. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في سوق المدينة فمر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فأصابت أصابعه البلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، نزل عليه المطر فتعفن وتغير، فجعل المتغير تحت والجيد فوق. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، وفي رواية: من غش فليس مني. أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ الباعة اليوم حتى الذي يبيع الطماط أو البطاط يصنع هذا ويحرص على الغش، يحاول أن يخفي عيب السلعة ليظهرها للناس أنها حسنة. إن كانت صناعتها رديئة يكذب ويدعي أنها من أجود الصناعات، إن كانت قد مر عليها دهر وتغيرت ربما يحلف الأيمان أنها لا زالت من زمن قريب. من غشنا فليس منا. ولهذا حرم النبي عليه الصلاة والسلام بيع المصراة، وحرم النجش وتلقي الركبان، حرم أمورا كثيرة في البيوع لما فيها من الغش، وحرم بيع الحصاة والغرر، كل ذلك لما فيه من غش المسلمين. أيها الناس عباد الله، روى الإمام أحمد والبيهقي والطبراني من حديث أبي هريرة، وهو في صحيح الترغيب والترهيب والصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، أن رجلا جلب خمرا، أي في الأمم الماضية، فركب سفينة ليبيع الخمر لأهل السفينة، وشابه بالماء، خلطه بالماء، جعل ما يعادل الخمر من الماء ليزداد ربحه، فجعل يبيع للناس الخمر المخلوط بالماء، وكان معه قرد. فلما انتهى من بيع الخمر المغشوش وضع النقود في كيس، فقفز ذلك القرد وأخذ ذلك الكيس وصعد على دغل السفينة، ثم فتح الكيس، وكان يخرج درهم يرميه في البحر ودرهم يرميه في السفينة، حتى قسمه نصفين، ما كان من الماء فللماء، وما كان من الخمر فلصاحبه. الغش في البيوع، حتى هذا القرد لم يرتضي لصاحبه أن يكون غشاشا. ما أكثر الغش في هذا الباب. وهكذا كم ترى في أبواب عديدة الغش ينتشر في أوساط المسلمين، بل في أوساط المصلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الغش في النصيحة،
الغش في العقيدة، الغش في دين الله عز وجل. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: من أفتي بغير علم فإنما إثمه على من أفتاه. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة، فحصر الدين كله في النصيحة. فلا يجوز الغش في دين الله عز وجل، ولا يجوز مخادعة المسلمين في عقيدتهم ولا في مناهجهم ولا في عبادتهم لربهم. إذا كان الذي يغش المسلمين في كوم من الطعام قال له النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، فكيف في من يغش المسلمين في دينهم وفي عبادتهم لربهم سبحانه وتعالى؟ ولهذا جاءت الأدلة الكثيرة في ذم هذا الصنف الغشاشين لأهل الإسلام في دينهم. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال: أخوف ما أخاف على أمتي منافق عليم اللسان. رواه أحمد وغيره من حديث عمر، وجاء من حديث عمران بن حصين بنحوه. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. فالذي يدخل على المسلمين البدع يعتبر من أعظم الخونة والغشاشين، والذي يضيف إلى الإسلام البدع كالحزبيات والديمقراطيات والعصبيات والانتخابات يعتبر من أعظم الخونة والغشاشين، لأنه يضيف إلى دين الإسلام ما ليس منه ويصبغه بصبغة الإسلام، والذي يضيف إلى الإسلام المحرمات فيجعل من ذلك الأغاني الإسلامية والسينما الإسلامية والأناشيد الإسلامية، وهكذا يقلب الحقائق فيجعل ما هو حرام يصبغه بصبغة الإسلام، يعتبر من أعظم الغشاشين الذين لا يجوز السكوت عنهم. وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أيها المسلمون عباد الله، الغش محرم حتى في الزواج. إذا أرادت المرأة أن تتزوج لا يجوز لها أن تكون غاشة. لو أراد الرجل أن يتزوج لا يجوز له أن يكون غاشا، كأن يكون كبير السن فيصبغ رأسه الأبيض ولحيته البيضاء بالسواد ليغرر بالناس ويغشهم. قال عليه الصلاة والسلام: إن قوما يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يجدون ريحها. ما هي الجريمة التي اقترفوها؟ إنه الغش، يغش في شعارات فيحرم الجنة. وفي الصحيحين عن ابن عمر وابن مسعود وآخرين قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لعن الله الواصلة والموصولة والواشمة والمستوشمة المتفلجات للحسن، التي تصنع هذه الأفعال لتغر الناظرين أنها لا زالت صغيرة فتصل شعرها بالشعر الصناعي لتغر الناظرين أن لها شعر، وتتجمل وهي كبيرة السن لتغر الخاطبين. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله. وفي الصحيحين من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه
جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقالت: يا رسول الله، هل لي أن أتشبع من مال زوجي ما لم يعطني؟ أي تظهر لضرتها. قالت: ولي ضرة، تظهر لضرتها أن زوجها يعطيها وهو لا يعطيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. الغش محرم حتى في مثل هذه الأفعال، لا يجوز الغش في الأقوال ولا في الأفعال ولا في المعتقدات، فاتقوا الله عباد الله. الغش منتشر في أوساط الأمة، وربما يظن بعض الناس أنه لا يستطيع أن يعمل أي عمل حتى يكون غاشا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. صرنا في سنوات خداعة يؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين ويصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويقبل كلام الغاش ويرد كلام الأمين الصادق البار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أنواع الغش كثيرة وأبوابه عديدة، ولكن من أهم هذه الأبواب، وهو ما نختم به هذه الخطبة، هو غش الراعي للرعية. هذا من أعظم الغش ومن أعظم المنكر، سواء كان هذا الراعي هو الوالي أو من ينوب الوالي، أو كان الرجل في بيته لأهله وأبنائه وبناته، فإن غش الرعية من أعظم الغش، وعقوبته من أعظم العقوبات، لأن الراعي يتحمل أمانة عظيمة. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام راع ومسؤول عن رعيته. ثم قال: والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية ثم لم يحطها بنصحه، وفي رواية: ثم يموت حين يموت وهو غاش لرعيته، إلا لم يجد رائحة الجنة. غش الرعية مخادعتهم، ظلمهم، أذيتهم، نشر الفساد في أوساطهم، ومحاربة الخير فيهم. هذا من أعظم الغش. يوم أن تجد بعض الولاة أو بعض المسؤولين لا يسعى إلا لنشر الفساد في أوساط المجتمع، فيبذل ماله ويمده بكل قوة ويحارب الخير والدين والصلاح والعفاف، وهذا من أعظم الغش الذي سيلقى جزاءه بين يدي الله تبارك وتعالى. قال نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. هكذا يدعو نبينا عليه الصلاة والسلام. تجد بعض المسؤولين إذا رأى شرا ينتشر في البلاد يسعى إلى توسيعه وإلى دعمه، فما أكثر دعمهم للمنظمات التنصيرية التي تنشر في أوساطنا الفواحش والرذائل والتبعية لليهود والنصارى. إذا جاءت بعض المغنيات الفاسقات رأيت المسؤولين يسارعون إلى تلك الساحات لحضور هذا المنكر والشر. وإذا حصلت الاحتفالات والاختلاط والشر على السواحل رأيت بعض أولئك المسؤولين يشاركون بكل فرحة. لكن أين هؤلاء يوم أن تنطفئ الكهرباء؟ ألا يسارعون إلى محطتها لإصلاحها؟ أين هؤلاء
يوم أن تسفك الدماء هنا وهناك؟ أين المسارعة إلى إصلاح ما تحتاج إليه الأمة؟ أين هم في باب المساجد وعمارتها، العمارة الحسية والمعنوية؟ هذا من أعظم الغش، يوم أن يكون الراعي والوالي يسعى إلى نشر الفساد في المجتمع، بدلا من أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويسعى في سد الخلل وفي إعانة الناس وفي تخفيف معاناتهم وفي إقامة الحدود وفي الأخذ على يد الظلمة الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. هذا عملهم، هذه وظيفتهم، سيسألون عنها بين يدي الله تبارك وتعالى. وهكذا الآباء رعاة في أبنائهم وفي نسائهم وفي بناتهم، فإن فرطوا في هذه الأمانة فهم غاشون، سيسألون بين يدي الله تبارك وتعالى. الذي يترك بناته يذهبن أينما شئنا هذا غاش، ينطبق عليه هذا الحديث. والذي يضيع أبناءه تفسد أخلاقهم وتتغير فطرهم وتفسد مناهجهم، ينطبق عليه هذا الحديث: ما من راع يسترعيه الله رعية إلا لم يحطها بنصحه إلا لم يجد رائحة الجنة. فاتقوا الله يا عباد الله، وعلينا أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونبذل النصيحة. قال جرير بن عبد الله: بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. إن لم يحصل التناصح في أوساطنا بين الراعي والرعية والقريب وقريبه والجار وجاره وبين الناس أجمعين، حل في أوساطنا عقوبة الله وانتشر الشر، وصرنا كمجتمعات اليهود والنصارى الذين لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. الغش محرم وكبيرة، وما يفعله بعض المسلمين ليس حجة على دين الإسلام، فدين الإسلام يحرم الغش في كل قول وفعل، والآيات والأحاديث كثيرة في كتاب الله، ولكن التفريط هو من أهل الإسلام، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله عز وجل أن يدفع عنا وعنكم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح ولاتنا ولاة أمورنا وأئمتنا، وأن يصلح الرجال والنساء والكبار